السلام عليكم. ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض فول السحور. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يبلغنا رمضان يا رب، اللهم امين. بصوا بقى شكل الفول بتاعنا. انا عامله لكم النهارده، هقول لكم على سر اللون بتاعه، سر التسويه، وازاي ما ياخدش مننا وقت كبير في التسويه على النار. وهقول لكم كل الطرق وكل التكات والحركات بتاعته. شوفوا لون الفول بتاعنا كهرمان ومستوي جدا. يلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا. اول حاجه انا معايا هنا فول تدميس. انا حاطه هنا كيلو الا ربع من الفول التدميس. الفواله بتاعتي بتاخد كيلو الا ربع. شوفوا انتوا بقى الفواله بتاعتكم بتاخد قد ايه واعملوا. انا نقعاه هنا 8 ساعات. انتوا حابين تنقعوه اكتر انقعوه، وغسلاه كويس جدا. معايا معلقه كبيره من الكركم، ومعايا طماطمايه كبيره متقطعه، ومعايا ربع كوبايه من العدس المغسول كويس. شوفوا بقى الفول بتاعي انا بوريه لكم اهو شكله اهو بعد 8 ساعات. هصفي ميته وارجع لكم تاني. انا كده خلاص صفيت الفول بتاعي. هبدا احطه بقى في الفواله. بصوا مقاديرنا سهله جدا وبسيطه. طماطمايه متقطعه صغير، ربع كوبايه من العدس، معلقه كبيره من الكركم، والفول بتاعنا بس كده. لو عندك الفول المدشوش برضو حطيه، بيبقى حلو جدا وهيديكي نتيجه حلوه جدا. خلاص انا هحط بقى الفول بتاعي كله في الفواله. انا الفواله بتاعتي بتاخد كيلو الا ربع من الفول. انتوا شوفوا بقى الفواله بتاعتكم بتاخد قد ايه وحطوا على قد الفواله بتاعتكم. انا طبعا غسله الفول كويس جدا، وبعدين نقعته لمده 8 ساعات، وبعدين غسلته تاني وصفيت الميه بتاعته وحطيته في الفواله. اول خطوه كده خلاص. هنبتدي نحط المعلقه الكبيره من الكركم اهو، وهبتدي ان انا اقلب الفول مع الكركم كويس جدا. طبعا فول السحور كلنا بنحبه، محدش بيستغنى عنه في السحور. كل سنه وانتم طيبين. هنزل بقى بربع كوبايه من العدس. زي ما قلت لكم لو عندكم فول مدشوش اللي هو بتاع الطعميه ده حطوه، اغسلوه كويس جدا برضو وحطوه مع الفول اهو. وكل ما تنقعوا، يعني انتوا لو نقعتوا برضو الفول من بالليل للصبح هيبقى حلو جدا. يعني انا نقعته، حطيت هنا الطماطميه الصغيره. هبتدي اقلب الفول زي ما انتوا شايفينه كده، العدس مع الطماطم مع الكركم بتاعنا. هنزل بقى عليه بميه مغليه. الميه لازم تكون مغليه. معلش الكاميرا هنا عشان الميه اهي، الميه بتاعتي مغليه. وهحطه على النار، على نار عاليه عادي لغايه اما يغلي. الفول بتاعي اهو حطيته على النار لسه بادئ يغلي اهو. هسيبه بقى على نار عاليه لغايه ما يغلي اهو. الفول بتاعي بدأ يغلي. هشيل الريم كده اللي على الوش، اي حاجه كده على الوش هشيلها. انا بشيلهم كده اهو. الفول بتاعي بدأ يغلي اهو. هروح جايبه بقى ورق فويل واغطي عليه. طيب لو ما عندناش ورق فويل عادي هقولك تعملي ايه اهو. ورق الفويل بتاعي اهو، بس خلوا بالكم طبعا الفواله سخنه، فخلوا بالكم وانتوا بتحطوه. انا حطيت ورق الفويل هنا كده بدل الغطا عشان ما نبهدلش البوتاجاز وما نبهدلش الفواله بتاعتنا. وحطيت عليه تقل كده من فوق حله، وحطيت فيها ميه وحطيتهم كده على بعض فوق الفتحه بتاعه الفواله، فوق الورق اللي هو ايه الفويل. وحطيتها بصوا النار هاديه جدا بقى، خلاص هو غلي. فخلاص انا هحطه بقى على نار هاديه جدا، وغطيت عليه بورق الفويل، وحطيت عليه كمان الحله. ما عندناش ورق فويل حطي حله وحطي فيها شويه ميه. المهم تحطي تقل عليه، ما تحطيش الغطا ولا طبق، عشان الغطا البخار بتاع الميه وكل ما الفول بيسخن بينطر كده الغطا وكل حاجه بتقع. الفول بتاعي اهو بعد ما استوى قعد على نار هاديه كده لمده 4 ساعات. طيب هنفتح عليه بعد ساعه كده او حاجه. لو لقيناه ناقص ميه بنزوده ميه مغليه. اهم حاجه ان الميه تكون مغليه. انا هنا زودته مره واحده بس من الميه المغليه، وبعد كده ما احتاجش خالص، لان ورق الفويل حاكم بتاع الفواله بتاعتنا والتقل اللي عليه، فالبخار بتاعه ما طلعش، فالميه ما اتبخرتش منه. يلا بينا بقى نقدمه واوريه لكم اهو. الفول بتاعي اهو قعد معايا على نار هاديه لمده 4 ساعات. انتوا لو نقعتوه كمان فتره اكتر هتلاقوه بقى مستوي معاكم اكتر. بصوا شوفوا شكل الفول كهرمان والله، شكله حلو جدا. لونه اصفر خالص اهو حلو، والكركم بيديله لون حلو والطماطم والعدس اهو. يلا بينا بقى اوريكم انا هعمله ازاي. انا الفول لما بيكون سخن كده ونازل من على النار ما بعملش فيه اي حاجه غير اني بحط عليه
ملح وزيت وليمون بس، بحبه كده. انتوا بقى تعملوه بالطريقه اللي تعجبكم. او انا بوريكم هنا لون الفول وشكله، شكله حلو جدا. بصوا اهو، ههرسه كده. انا بحب اهرسه كده بالشوكه، ما بحبش اضربه في الخلاط. اهو انا هرسه، بصوا بتهرس بكل سهوله لان هو مستوي، هو زبده. الفول طالع زبده معانا، طعمه حلو جدا، لونه حلو جدا. جربوه هيعجبكم. اهو بصوا انا بوريكم ان هو لسه ما بيتهرس على طول اهو. لو انتوا اول مره تشوفوني بقى، انا نسمة ودي قناتي، بتمنى تعملوا لي لايك وشير وتعملوا لي اشتراك وتفعلوا لي زر التنبيه عشان يوصل لكم اشعار مني قبل اي حد. بصوا شكل الفول، بسم الله ما شاء الله. بصوا اهو، هنزل بقى بالفول بتاعي كده. انا هرسته بس كده بالشوكه. يلا بينا، تعالوا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وانتوا بتعملوا الحاجه صلوا على النبي. سبحوا كده سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. خلوا ذكر ربنا كده معانا على طول عشان ربنا يكرمنا في اي حاجه. هتلاقوا الحاجه طالعه حلوه جدا وطعمها حلو جدا وفيها بركه كده. هحط بقى، انا حطيت هنا ايه ميه من بتاع الفول كمان عليه كده على الوش، وحطيت ملح اهو، وهعصر ليمون. انا بحبه كده قوي وهو نازل من على النار كده، بحب زيت وليمون وملح بس. انتوا حابين تعملوا بقى بطماطم، الطريقه اللي انتوا حابين تحطوا عليه طحينه. بصوا الطريقه اللي تعجبكم. انا حطيت عليه هنا زيت. بصوا شكل الفول بتاعنا، وهوريكم كمان الفول لما يبات ويبقى بارد عشان تشوفوا اللون برضو بتاعه. بصوا شكل الفول بتاعي، شكله حلو جدا. جربي الطريقه دي هتعجبك ومش هتبطلي تعمليه على طول. انا اعتمدت الطريقه دي من زمان، ما بعملش غير بالطريقه دي. وده شكل طبق الفول بتاعنا. يلا بينا بقى، تعالوا اوريكم الفول بعد ما بات لتاني يوم. بصوا الفول بتاعي اهو بعد هنا ما بات لتاني يوم. بصوا لونه حلو جدا اهو، ومش اسود ولا حاجه. تعالوا بقى نعبيه في اكياس كده عشان نحفظه في الفريزر. انا بجيب اي حاجه كده واحط فيها الكيس وانزل كده بالفول اهو. انا هحطه هنا بقى في الكيس، وهتحطه على قد اللي يكفيكوا في المره الواحده، وبعدين هتربطوا الكيس تطلعوا منه الهواء وتعينوه في الفريزر. بصوا اهو، هوريكم بقى شكل الفول كمان هو في الكيس. بصوا بسم الله ما شاء الله. بتمنى ان انتوا تجربوه، بتمنى ان هو ان شاء الله يعجبكم.